دوام يبدأ من الساعة 7 الصبح وينتهي الظهر والأغلب العصر، وبعدها يرجع الطالب للبيت ومعه شنطة محملة بكم هائل من الواجبات وتحضير لليوم الثاني. وطبعا بيكون ضغط نفسي، والعائلة تبدأ تحس أنها فقدت ولدها ولا بنتها. هل الساعات الدراسية فعلا طويلة مفيدة أم أنها ترهق الطالب وتتعب الأسرة؟ هل أصبح البيت امتدادا للمدرسة بدل ما يكون راحة؟ ويا هلا ومسهلا فيكم في حلقتنا الجديدة من بودكاست قصة وشاي. حلقتنا لليوم الساعات الدراسية الطويلة على الطالب والأسرة. خلونا نبدأ بسؤال: هل فعلا طول اليوم الدراسي أصبح مرهقا للطالب؟ وشو اللي يشتكون منه الطلاب والأهل؟ وكيف أثرت الساعات الطويلة على الأسرة؟ هل فعلا الوقت اللي يجمع الأسرة صار مفقود بسبب الروتين الدراسي؟ كيف نقدر كأسرة نتعامل مع ضغط اليوم الدراسي؟ ولا ننسى دور الأم والأب. طبعا الأب يشتغل وفي أمهات يشتغلن، بعد لازم نراعي هالشيء. مع أني أنا سافرت دول عربية وخليجية وشفت وسألت عدد الساعات الدراسية عندهم، لقيتها مش مثل الساعات الدراسية اللي عندنا. والحين في بعض الدول الأوروبية تقلص من الساعات الدراسية، لأن هني الفرق هم ركزوا على الفهم. ولازم نتذكر أن الطالب مش آلة تعليم، وطول اليوم الدراسي ما يعني تعليم أفضل، بل أحيانا يقتل وقت الراحة، وقت تفريغ طاقة الطالب. والأهم الحوار داخل البيت مع الأهل. التعليم الناجح برأيي يبدأ عندما يكون الطالب مرتاح نفسيا والأسرة داعمة له مش مضغوطة منه. وانتوا شو رايكم؟ تشوفون الساعات الدراسية طويلة هل أثرت على الطالب وجو الأسرة؟ طفلك يداوم أكثر من 7 ساعات ويرجع تعبان، ما في وقت للراحة ولا حتى للعائلة. ونحن نشرب كوب الشاي الحين نفكر بحل.